كم مرة قلت لنفسك لو بدأت وفشلت؟ لو الناس ضحكت عليا، أنا مش قد ده، يمكن مش وقته، وتقف قبل ما تبدأ، مش لأنك مش قادر، لكن لأنك خايف تجرب وتفشل. الخوف من الفشل مش ضعف، لكنه لو سابك بيسحبك لتحت من غير ما تحس، بيخليك تحب الأمان وتكره المخاطرة، حتى لو جواك حلم كبير. إزاي بيأثر الخوف من الفشل على حياتك؟ التأثير السلبي النفسي: قلق، توتر، جلد ذات بعد كل محاولة ما حصلتش. المهني أو الدراسي: بتبطل تتقدم، بترفض الفرص الجديدة. الشخصي: بترفض تحب، تبدأ تخاطر، وتعيش على هامش الحياة. ليه بنخاف من الفشل؟ لأن المجتمع بيكافئ النجاح وبيسخر من المحاولة، لأننا ما تعلمناش إن الفشل خطوة مش نهاية، لأننا بنفكر في الناس هتقول إيه أكتر من أنا محتاج أعمل إيه. معلومة مهمة: أغلب الناس الناجحين فشلوا عشرات المرات، بس كانوا شايفين الفشل كدرس مش كعار، شايفين كل سقطة خطوة لقدام. خطوات تقدر تبدأ بيها تتغلب على الخوف. أعد تعريف الفشل: الفشل مش إنك تقع، الفشل إنك ما تقومش. دون مخاوفك، اكتب ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو فشلت. غالبا هتكتشف إنها مش نهاية العالم. ابدأ بحاجات صغيرة، كل تجربة ناجحة صغيرة بتكسر حاجز الخوف الكبير. افصل بينك وبين النتيجة. لو التجربة فشلت، ده لا يعني إنك فاشل. اتحدى نفسك تعمل حاجة جديدة كل أسبوع، حتى لو بسيطة. اتكلم في اجتماع، سجل فيديو، ابعت إيميل كنت مأجله. لو فضلت مستني تبقى جاهز 100%، هتفضل مستني. اللي بيبدأ وهو خايف بيكون أقوى من اللي مستني الشجاعة تيجي. الفشل مش نهاية، الفشل هو باب، بس لازم تمد إيدك وتفتحه. ابدأ حتى لو قلبك بيدق، اتحرك حتى لو رجلك بترتعش، وافتكر: أكبر فشل إنك ما تبدأش من الأساس.